الست يا جماعة لما بتتجوز هي مش عايزة تاكل ومش عايزة تشرب ومش عايزة تجيب لها لبس ومش عايزة تديها مصروف في ايديها. كل ده كانت بتاخده في بيت ابوها واكتر واحسن، من غير بهدلة، من غير مرمطة، من غير ما تفضل بقى تهلك صحتها مع حضرتك، مع البيت والعيال وطلباتك. وكمان امك، ولازم تنزل لامي وتساعد امي وتقف جنب امي وتشوف طلبات امي. ويا سلام اختي لو تعبانه تروح لاختي وتشوف طلباتها وطلبات عيالها. ومش مشكله كمان لو جوزها اتامر عليها، اللي هو جوز اخته اتامر على مراته واعملي لي وسوي لي، ما هو اصل اخت جوزك تعبانه. يا جماعه هو انتوا اشتريتوها ولا انتوا قلتوا ايه توفروا ثمن الشغاله وتجيبوا واحده تخدمكم وتقوم بطلبات العيله كلها وعيله العيله؟ يا جماعه يعني نتقي الله. زي ما انت هتجوزي ابنك هتجوزي بنتك، زي ابنك ما هيجيب لك واحده تقعد معاكي في بيت العيله، انت كمان هتجوزي بنتك وهتروح بيت عيله. طبعا بنتك بيبقى ليها طبعا الوصايا العشر. يا حبيبتي اقعدي في شقتك، اعملي لك كرامه، اوعي تسمعي كلام حد، اوعي تبهدلي نفسك وصحتك، اوعي تنزلي وتقولك اعملي وتسوي وتعملي لها. لا، ولو حد كلمك ولا فتح بقه بكلمه اتصلي بس بيا وقولي لي، انا هاجيلها، انا هعمل وهسوي. لا اله الا الله. طب ما دي بنتك، واللي جايالك برضو من بره برضو اعتبريها بنتك. هي عايزه تنزل تعملك بمزاجها، طب هي مش عايزه تنزل تعملك، هي حره. هو بيبقى ايه؟ محبه. مش هنقول بقى بنت اصول لو عملت، وطب لو ما عملتش، لا دي مش بنت اصول، دي ما تربتش وما شافتش التربيه، امها ما عرفتش تفهمها، امها ما عرفتش تربيها. مين قال لكم الكلام ده يا جماعه؟ مين اقنعكم بالكلام ده؟ هي بنت الاصول بس هي اللي تبقى خدمتكم، هي اللي تبقى تحت رجليكم، ملهاش دعوه بالاصول نهائي. بنت الاصول ده حتى لو طلب منها في يوم من الايام واتزنق عشان هو راجل خايب ونطع وملوش اي 30 لازمه، واتزنق وخد دهبها منها، لو هي رفضت، يا نهار اسوح، انت بترفضي تساعدي جوزك بدهب اللي في ايدك؟ يا جماعه ما الدهب ده والدي اللي جايبه او اخويا اللي جايبه لي او انا من شغلي جايباه او ايا كان بقى. لا، ده دهب ابني جايبهولك، هو شبكك بيه. بل نفرض يا ستي ان هو شبكها بيه، حضرتك هي الجوازه دي كانت هتنفع من غير الشبكه دي؟ لا، يعني ده من ضمن المهر اللي اتدفع لها، يعني دي من اسس الجواز، يعني ده بتاعها، هي حره فيه. ما ينفعش بعد ما تجيبوا لها حضرتك في الشبكه اول ما تخشي بيتك هاتي بقى الذهب. حضرتك انت سايبه معاها امانه لحد ما تخشي بقى مش عارف تاخده منها وهي في بيت ابوها، قلت لما تخشي بيتك تبقى تاخده؟ لا اله الا الله. يا جماعه نراعي ربنا في الناس اللي بتخش بيوتنا، ان كانت بقى مرات ابنك او ان كانت انتي، يا حاجه، يا اللي المفروض انك انتي القائمه على البيت ده. تفهمي ابنك لو مش فاهم، تعرفيه، تحاولي تلفتي انتباهه. يا حبيبي بنت الناس اللي داخله دي بتعمل كذا 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 كذا. طب مش هتقولي لابنك حاجه وهيطلع منك انت يا ست الكل، يا كمل، يا عسليايه، يا حته سكره، يطلع منك انت كده ويطلع من تحت كمك كده، وتعاملي البنت الناس دي على انها بنتك، على انها امانه عندك في بيتك. يا جماعه اللي عنده امانه بيحافظ عليها يسلمها لاصحابها، والا يكون خاين امانه. انت هتقدري على انك تكوني خاينه امانه؟ براحتك، انت حره. بس اللي انا اقوله لك اقسم بالله وحق لا اله الا الله لا تتحاسبي على كل حاجه بتعمليها. اللي فاكره نفسها انها مش هتتحاسب وانها هتعدي كده، الدنيا دي سوبر ماركت، هتخشي السوبر ماركت تاكلي فيه وتشربي فيه وتستمتعي وتبقي مبسوطه جدا، بس اعملي حسابك قبل ما هتخرجي منها هتحاسبي على كل حاجه كلتيها شربتيها عملتيها. مفيش حاجه بتفوت ومفيش حاجه بتعدي. فاحنا عايزين نسيب الدنيا دي واحنا بقى اللي بيدعيلنا، اللي بترحم علينا، عمل صالح، ولد صالح يدعو له، حد كده ابن حلال عملنا فيه خير يدعيلنا. ومفيش اي حد اولى بانك انت تعملي فيه خير الا الاسير، والاسير ده بتبقى بنت الناس اللي في بيتك. صدقيني والله لو عملتيها كبنتك
هتحطك في نن عينها من جوه، وهتساعدك وهتقف معاكي. طب لو طلعت بقى يعني ايه، مهما اعمل فيها هي وحشه يا ستي، مش بقولك اعمل الخير وارمي البحر. ما تعرفيش امتى الصياد هيصيد ويديهولك، انت تعرفي منين؟ خليها على الله. لما تعملي الخير ما تستنيش مقابل، اعملي، انت بتعمليها لله. يا رب انا عملت ده ليك انت، انت يا رب كافئني بيه زي ما انت عايز. بس كده. ادعي ربنا، اتمني من ربنا، ما تتمنيش من العبد. ده ممكن يحنن عليكي الغريب قبل القريب، والله العظيم صدقيني. وارجع واقول لكم لينا لقاء، وما تنسوش بالله عليكم لايك وشير وكومنت حلو يفرح قلبي. ساعدوني في انتشار القناه اكتر من كده، انا قناتي الكبيره اتقفلت علشان خاطر حصلت ظروف كده، يعني الله يسهل له بقى اللي كان السبب. فبالله عليكم اقفوا جنبي. انا طالعه من خساره قناتي الكبيره لما اتسرقت مني، وتاني قناه اتقفلت، ودي بقى التالتة والاخيره، يعني هي عشان خلاص انا جبت اخري. فالله يصلح لكم الحال. انا ببقى سعيده قوي لما بفضفض معاكم، بطلع كلمتين من قلبي، انتوا ما تعرفوش اللي فيا، بس ببقى في منتهى السعاده والله 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 لما بقعد اتكلم معاكم كده. انتوا مش قاعدين قدامي بس انا بتخيلكم كتير. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.